السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد النهارده في الحقيقة متحمس جدا لأن احنا نبدأ بلاي ليست جديدة بتتكلم على الفيتشرز اللي بتميز كل براند في الكي ان اكس عن التاني، بحيث ان القناة دي تبقى مرجع شامل بالنسبة لك في لو انت بتدور على جهاز مميز او بتدور على فيتشرز موجودة في جهاز معين تلاقيها موجودة عندنا هنا على القناة. سلسلة الفيديوهات دي ممتدة إلى ما شاء الله، وأول فيديو هيبدأ فيها النهارده من براند اسمه لوتور، بنتكلم على الباور سبلاي بتاعه. الباور سبلاي ده فيه فيتشرز جميلة جدا زي ما احنا هنشوف كمان شوية، بتضمن لك سلامة الكي ان اكس باس بتاعك. في الحقيقة الواحد متحمس جدا، وبالإضافة لكده كمان احنا لسه مكملين في الكورس بتاع كي ان اكس سيستم ديزاين اند ايتمز سيلكشن، يعني احنا لسه مكملين في البلاي ليست دي وبدأنا البلاي ليست دي كمان، بحيث ان احنا نبقى ماشيين في الاثنين ان بارل، بحيث ان يبقى في اقصى استفادة للجميع بإذن الله. ده شكل الجهاز. لو جيت بصيت عليه هنا كده هتلاقي ان ده الانبوت البرايمري انبوت وده الاوتبوت. الاوتبوت عندك هتلاقي فيه اللي هو 30 فولت وفي 30 فولت اي 1 واي 2. لو جيت بصيت هنا بيقول لك ان الاي 1 زائد الاي 2 اقل من او يساوي 960 ملي امبير. معنى كده ان الباور سبلاي اللي عندي ده انا اقدر اخد منه عندي على الباص، واقدر اخد منه كمان عندي دي سي. يعني مثلا لو انا عندي حاجات زي الديسبلاي زي مثلا الشاشات او هكذا، حاجه بسيرموستات بيبقى فيها عرض لدرجه الحراره وكده، فانا ممكن اقدر اوصل عليه ده كاوكسيلري باور سبلاي. يبقى انا عندي الباور سبلاي ده اول فيتشرز موجوده فيه ان هو باور سبلاي لكي ان اكس سيستم عادي، وكمان يقدر يشتغل معايا دي سي. طيب معنى كده ان انا ما زودش عندي على 960 ملي امبير. اما ايه الانديكيشنز دي انا خليني اوريها لك بس في فيديوهات بقى افضل. ده شكل كمان في الصوره كمان للجهاز. لو جيت بصيت عندك هنا هتلاقي برضو انت عندك اللايف والنيوترال بتاعك بالاضافه للإيرث. خليني دلوقتي بقى اوريك اول فيتشرز موجوده معانا هنا في الجهاز. انت عندك هنا مجموعه من الانديكيشن لامبس من اول 80 ملي امبير لحد 960 ملي امبير، ومعنى كده ان انا عندي الديفايس ده بيقدر يعمل لي كارنت انديكيشن، او ان هو يقدر يعمل لي ميجرمنت للكرنت الكونسيومد من الباور سبلاي، سواء الكرنت ده كونسيومد من الكي ان اكس تيرمينالز او من الباور سبلاي. طبعا انت لو بصيت هنا هتلاقي ان انت عندك هو موصل اللايف والنيوترال، وعندك الكي ان اكس باس، وواخد كمان الاوكسيلري باور سبلاي. كل اللي طالع عندك هنا 80 ملي امبير كونسيوم. عندك هنا انديكيشن لامب بتوريك الباور، وعندك هنا او ال بي دي يعني اوفرلود بروتكشن. لو انت سحبت اكتر من 960 ملي امبير الانديكيشن دي هتنور معاك. طبعا لو انت سحبت اكتر من 80 ايه اللي هيحصل هنشوفه في الفيديو الجاي. انت عندك هنا لو سحبت اكتر من 80 هيسيب الانديكيشن بتاع ال 80 شغال لان هو عدى بيه، وهيفضل مشغل لك الانديكيشن بتاعه ال 160 طول ما انت يعني عديت الانديكيشن بتاع ال 180. انت دخلت في رينج ما بين ال 80 لحد ال 160، فانت خلاص فانت هنا في الرينج بتاع ال 160 ملي امبير. الفيتشرز دي حلوه ليه زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو، لان هي احنا عندنا لما بنيجي نعمل ديزاين لسيستم الكي ان اكس بصفه عامه، الديزاين بيبقى المفروض ان احنا بنحسب عدد الاجهزه اللي موجوده عندي انا على الباص. وزي ما قلنا في الفيديو بتاع اللي هو الباور سبلاي في الكورس بتاع الكينكس سيستم ديزاين اند ايتم سيلكشن، ان كل جهاز الراوند بيبقى من 10 ملي امبير، يعني ده الافريج بتاعه. طبعا ملناش دعوه بالشاشات، ملناش دعوه مثلا بالكيبادات اللي بيبقى فيها الديسبلاي لدرجه الحراره او لسرعه الفان او هكذا. طيب الحاجات الشاشات وكده ده بيفضل ان انت تجيب لها باور سبلاي 2 امبير ولا حاجه. انما عندك هنا في الفيتشرز اللي موجوده في الجهاز ده ان انت بتقدر تعمل كارنت ديتكشن. يعني انا مثلا لو عندي هنا لحد 960 ملي امبير، انا ممكن لو انا هستخدم مثلا كيبادات، مثلا المشروع عندي كله كيبادز، فانا عندي لحد ممكن لو افريج الكيبادز كلها 10 ملي امبير يبقى انا عندي 960 ملي امبير على 10. ده طبعا بقى ايه، يبقى انت عندك 96 اصلا كيباد. طبعا الموضوع ما بيبقاش اكيوريت بالطريقه دي، فاحنا بنقع في مشاكل اثناء لما بنيجي ننفذ ان احنا عندنا الباور سبلاي عندنا مش انف للسيستم عندي، فبالتالي بنلجا ان احنا نجيب باور سبلاي تاني. ما بنبقاش عارفين المشكله ان بيبقى في ديلي في الريسبوند من الاجهزه، ما بنبقاش عارفين المشكله دي بسبب ايه، ما بنبقاش عارفين المشكله ليه الكبادات دي مش شغاله او ليه ما فيش اكشن بيحصل. الفكره دي كلها بترجع ان انا ما عنديش حاجه بتديني انديكيشن على الباور كونسيوم او الكرنت كونسيومد من الباور سبلاي بتاعي. الفيتشرز اللي موجوده في الجهاز ده بصراحه هي فيتشرز جميله جدا جدا جدا. اثناء ما تركب المشروع بالكامل بتاعك تقدر تشوف السيستم عندك شغال ولا لا، والكرنت كونسومشن اللي موجود فيه
قد ايه. ده فيديو كمان بيورينا ان احنا هنا الكونسيوم دي كارنت في الرينج ما بين ال 160 وال 320 ملي امبير. يعني انا هنا بالنسبه لي في الرينج بتاع ال 320 ملي امبير. بصراحه فيتشرز جميله جدا جدا جدا، وان انا كمان يبقى عندي اوكسيلاري باور سبلاي موجود فيها، دي بصراحه حاجه حلوه جدا. تعالوا نفتح الداتا شيت. دي الداتا شيت، ده اسم البراند ليتور. عندنا هنا ده الدايمنشنز بتاعت الجهاز، الارتفاع بتاعه اللي هو ال 9 سم، والعرض بتاعه اللي هو 7.2، والدبس بتاعه 6.4. ده وزن الجهاز، ودي الدايمنشنز بتاعت الجهاز، وده اسم البارت نمبر او المديول. عندك هنا بيوريك الدياجرام بتاع الديفايس. لو جينا بصينا كده هنلاقي ان ده عندي انا بوصل هنا ده النيوترال، وعندي هنا ده اللايف. في كانتريز او في بلاد ما بيبقاش عندها جزء الارضي، فدي طبعا بقى يعني تخضع لان انت عندك السيستم او البلد اللي انت هتركب فيها هل فيها شبكه ارضي ولا لا. لو ما فيهاش خلاص فانت مش هتركب. هنا بيقول لك رقم واحد دي، تعالى نبص عليها. ده بيقول لك ده كارنت اوتبوت انديكيتور، كل دول لحد 960 ملي امبير، ده كده كارنت اوتبوت انديكيتور. بعد كده عندك رقم 2 ده اللي هو الريسيت بوتون. لو انت عندك لا قدر الله الجهاز فيه مشكله ولا حاجه، انت بتعمل ريسيت للجهاز بعد ما بتفصل عنه الباور وترجعه تاني. عندك رقم 3 دي بيقول لك ده الباور سبلاي اوتبوت. لو انا عندي هنا عايز اوصل على الكابل بتاع الكي ان اكس بتاعي، ده شكل الكابل بتاع الكي ان اكس. عندنا بيبقى اللي هو التو بير، بيبقى احمر واسود، ودول اللي هم بيتوصلوا في الاحمر والاسود تيرمينال بلوك اللي موجوده عندنا بتاعت الكي ان اكس. ويبقى عندنا الابيض والاصفر، واللي على الاغلب ان احنا مثلا بنقطعهم او بنسيبهم على حسب المشروع عندنا بيبقى فيه اوكسيلري باور سبلاي ولا لا. يعني احنا عندنا مثلا مش مشروع فيه شاشات ولا لا. طبعا احنا عارفين الشاشات قاعده اساسيه ان هي لازم يبقى فيه باور سبلاي. فانت لو عندك شاشه واحده ولا حاجه والكرنت اللي هتسحبه قليل جدا، او شاشه صغيره جدا يعني مثلا 3 انش 3.5 انش ولا حاجه، فانت والكرنت بتاعها هيبقى اقل من مجموع 960 ملي امبير للاوتبوت للتيرمينال والاوكسيلري باور سبلاي، فانت خلاص فانت ممكن تستخدم الباور سبلاي. ده بالنسبه لك هيبقى مور ذان انف، وتوصل الابيض والاصفر في البوزيتيف والنيجاتيف بتاعه الباور سبلاي. عندنا رقم 4 دي حاجة اسمها ريسيت انديكيتور. عندنا رقم 5 ده باور انديكيتور. احنا عندنا هنا بي او دبليو دي، يعني لو انا عندي الجهاز شغلته ووصلت له كهرباء خلاص هينور معايا ان الجهاز شغال بالطريقة الصحيحة. بعد كده عندنا رقم 6 ده الاوفر كارنت بروتكشن لامب، اللي هي هنا دي انا وريتها لكم في الصور. بعد كده عندنا الرقم 7 الباور انبوت كونكشن تيرمينال 220، اللي هي موجودة عندنا هنا دي. هنا دي السبيسيفيكيشنز بتاعت الجهاز. بيقول لك الانبوت بتاعه من 180 لحد 264 فولت اي سي طبعا. عندك الاوتبوت فولت بيقول لك ان انا عندي تو واي اللي هو السيجنال والاوكسيلاري، والاثنين شغالين 30 فولت دي سي. عندك الاوتبوت كارنت الاثنين مجموعين على بعضهم 960 ملي امبير. الشانل تو شانلز يعني الاوكسيلاري باور سبلاي والتيرمينال العاديه بتاعت الكي ان اكس. الوركينج تمبريتشر من نيجاتيف 5 لحد بوزيتيف 45. عندك الوركينج هيوميديتي من اول 10% لحد 95%، يعني ده رقم كبير جدا. 95% هيوميديتي ده رقم عالي جدا يعني. عندك الانستليشن ده الستاندر 35 ملم دين ريل، اللي هو بيركب على الاوميجا العاديه بتاعت لوحات الكهرباء. ده بقى طبعا الاوفر فيو عن الديفايس. فبصراحه يعني في مجموعه من الفيتشرز جميله جدا. دي الكن اكس سيرتيفيكت بتاعت الممبر شيب بتاع البراند. لو جيت بصيت هنا هتلاقي ليتور ده اسم البراند، وتاريخ الشهاده 31/5/2022. ان شاء الله في الفيديو الجاي هيكون معانا برضو سويتش اكتويتور من نفس البراند. السويتش اكتويتور ده تقريبا اكبر سويتش اكتويتور، مش هتلاقي اكبر منه موجود في الماركت. في نمبر اوف تشانلز كبيره فعلا يعني. انا ما شفتش اكبر منه في الحقيقه، وتقريبا ما فيش اكبر منه في الماركت. يعني انا ما سرشت ما لقيتش اكبر منه. السويتش اكتويتور ده بصراحه هيبقى فيه فيتشرز ان انت لو بتتكلم في مشروع كبير وكوميرشال وايز، السويتش اكتويتور ده هينفع معاك بطريقه فظيعه. ان شاء الله انتظرونا الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش بقى تقول لنا رايك في الكومنتات، تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتبعت الفيديو ده للناس المهتمين بيه. اشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. سلام.